يا اهلا بيكم في قناه طبخه وفكر. النهارده عندنا اكله سمك شبار او خنيني زي ما بتسموه عندكم، اللي هو البلط الصغير ده. طعمه بيبقى احلى 100 مره من السمك الكبير. نزلت السوق كده وانا بلف لقيت راجل قاعد بيه بيتلعبط كده وشكله تحفه. انا بحب السمك الصغير زي يوم ما الله يرحمها، بليه ريحه وطعم كده. جبت الكيلو ب20 جنيه، رحت اشويه قال لي الكيلو ب16 جنيه شوي. بس قلت طب وانا على ايه، انا هشويه في البيت بطريقه زي طريقه امي. بص سهله وبسيطه وان شاء الله هتعجبكم. جبت هنا الرده دي، اسمها رده شوي سمك، كلنا عارفينها طبعا. بتبداي ترشي كده على السمك وتدمجيه عشان تقدري تشويه ما يلزقش في الصاجه اللي انت هتشويه عليها. بتلفيه كده زي ما انت شايفه كده، وبتقدري بقى ايه تشويه. انا جايبه شويه الرده دول ب2 جنيه، يعني كل حاجه سهله. هنا الصاجتين دول بتوع السمنه، اللي هي السمنه الصفيح، السمنه الكبيره، بيتقصوا وانا بشوي عليه. ما بتبقاش فيها صدى ولا اي حاجه، انا غسلاها زيها زي صاجه الفرن اللي انت بتشوي عليها او الصاجه اللي عند الراجل. فمحدش يقول لي يا جماعه وامراض، لا، زي الفل بالبركه ان شاء الله. ايه، هتبقى احلى من شوي من بره 100 مره. بتبداي ترصي السمك، بس بتخلي النار حاميه شويه عشان السمك ما يلزقش. بتسخن جامد، تبداي ترصي السمك كده. واحده هتقول لي ايه، طب انت هتملي الدنيا دخان؟ لا، بتفتحي الباب والدخان بيطلع وتبقى مية مية. وفرت ال16 جنيه بتوع الشوي، هجيب بيهم طماطم اعمل بها سلطه. بنشغله نفسنا يا جماعه عشان احنا عايزين الدنيا ايه تتزق كده، ان الدنيا صعبه وربنا يعين كل واحد على حاله. السمك طبعا انا رصيته زي ما انتم شايفين كده. هسيبه بقى لحد ما ياخد لون زي ما انت شايفه كده، بيسمر من الجنبين، بيتشوي كده زي البلح زي ما انت شايفه. انا ما بتكش عليه في الشوي ليه بقى؟ عشان ده سمك صغير. لو انا شويته جامد خالص تبقى السمكيه سمر خالص، مش هتلاقي فيها لحم، مش هتبقى طعمها حلو. ماشي. والبوتاجاز، واحده هتقولي مثلا ده هتنيل الدنيا، لا، انت بعد ما بتشوي السمك بتجيبي حته سلكه بشويه صابون وبتدعكي البوتاجاز كده، وبيبقى بياخدش معاكي ثانيه وبينضف، وبتاكلي حاجه انت عاملاها في البيت. ووفرتي 8 طماطم هتجيبيها. دلوقتي انا شويت اول طاره اهو زي ما انتم شايفين، طالع زي السكر وزي العسل، ما خدش نص ساعه على النار. وحطيت الطاره التانيه زي ما انتم شايفين كده. والله متعه يا جماعه، والله متعه، جربوها بس وان شاء الله ايه هتعجبكم. بصوا السمك بيطلع بقى اهو. هنا بقى هنعمل التمليحه بتاعه السمك اللي هتخلي لحمه السمكه متبله كده وطعمها زي السكر. بتجيبي طبق، بتجيبي معلقه شطه كبيره، طبعا اللي مش محتاج شطه بيلغي، بس دي بتدي طعم وتست رائع. ماشي. معلقه شطه كبيره طبعا عشان تخلي الميه بتاعته حرشه كده وطعمها حلو. ومعلقه توم زي ما انت شايفه. هنا نزلت بنص معلقه كزبره على نص معلقه كمون. ماشي. وشويه زيت. ليه الزيت ده بقى؟ الزيت ده بيساعد قشره السمكيه السمراء اللي فوق تتشال. فاول ما بتحطيها بتتشال كده، بتبقى معاكي اللحمه السليمه بدل ما تقعدي تقشري والقشره بتبقى لازقه عليه. ماشي. بتحطي الملح بتاعه، بتبداي تعصري ليمون بقى، عصري ليمون زي ما انت عايزه، ليمونه 2 على قد ايه ما تقدر. بتدي طعم حلو برضو، بتروح الزفاره خالص وبتدي طعم مزز كده ايه حلو. بس ما تنسوش خطوه الزيت دي عشان التركه دي بتشيل القشره السمراء، بتساعد يعني كده ان شاء الله هتعجب. ماشي. وبعدين هنا بقى بنزوده ايه عليها ميه، الميه على حسب بقى ما تحطي فيها السمك. ماشي. هنا السمك اتشوى اهو يا جماعه، بصوا طالع زي السكر. والله ما خد نص ساعه ولا نايل الدنيا ولا حاجه. فتحتي باب الشقه وقعدت ابني، لو هتخافي حاجه تدخل قعدي عيلك على باب الشقه عشان في قطه ولا حاجه، مش تاخدي نص ساعه. ووفرتي وعملتي حاجه سمك غسلاه بايديكي في البيت ونظافه مليون المية. ووفرت على الاقل 8 كيلو طماطم هتجيبي تعملي بيه جنبها سلطه عشان تبلعوا اللقمه. ماشي. هي بصوا الخلطه انا زودت عليها التمليحه، زودت عليها ميه اهي. بصوا طالعه شكلها جميل ازاي. بصوا اهو. بتسيبوا بقى السمك في الصينيه دي زي ما انت شايفه كده ايه، نص ساعه ساعه قبل الاكل يكون شرب التمليحه. وبالف هنا وشفا. ما تنسوش اختكم باللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.